مرضاة الله عز وجل، فكانت تنظفها وتقدم لها الطعام وتغسلها وتفعل لها كل ما تشتهي نفسها، وكانت تعاملها وكأنها أمها. وفي يوم همست الأم في أذن ابنها وقالت: يا بني، إن نفسي تشتهي اللحم، إن طعم اللحم أوحشني كثيرا. انصدم الزوج وقال: يا أمي، أنا كل يوم أشتري اللحم من أجلك، وأعطي زوجتي الأموال لتشتري اللحوم والطعام، وتفعل لك ما تشائين، كيف ذلك يا أمي وأنت تقولين لم تتذوقي طعم اللحم؟ فبدأ الرجل يشك في زوجته وقال لها: اللحم الذي تطبخينه كل يوم تأكلينه أنت وأولادي ولا تطعمي أمي منه؟ فقالت الزوجة: لا والله، أنا كل يوم أطبخ لأمك أطيب وأشهى أنواع الطعام، وأنظفها وأغسلها وأخدمها وكأنها أمي. والزوج لم يصدق، فقال: سأراقب زوجتي وأراها ماذا